السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده بفيديو جديد. حاجة كده، حاجة حلوة، كل أولاد الدنيا وأطفال الدنيا كلهم بيحبوها، والكبار كمان برضو بيحبوها. فهنعملها هنا في البيت، يا رب تبقى حلوة وتعجبكم إن شاء الله. عندي هنا كيس جيلي فراولة ومعلقة سكر كبيرة ديت، هنحطهم هنا كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي نص كوبايه ميه مغليه، ديت يعني 3/4 كوبايه كده. هنحطها هنا مع الفراوله والسكر، مع الجيلي والسكر، وهنقلب. كده لغايه ما نحصل على القوام كده اللي انا حباه وهوريه لكم ان شاء الله. اهو يا حبايبي، عملت اهو، يعني قعدت خفقته كتير كده على ايديا، وبعدين لقيته محتاج كمان اكتر، فحطيته في شفشق الخلاط، واديته كام ضربه كده على اول نمره، على اول رقم في الخلاط. اما بقى لو انت عندك مضرب بيض او لو عندك هاند بلندر هيبقى سهل عليكي جدا. وبعدين حطيته في التلاجة شويه وطلعته. انا محتاجه القوام ده زي قوام الكيكه كده اهو، محتاجه القوام ده زي قوام الكيكه كده بالظبط. وبعدين هنحطه بقى في كيس بلاستيك كده، هو كيس بلاستيك كده زي قوام الكيكه بالظبط اهوت. تقيل شويه عن قوام الكيكه يعني، بس حاجه بسيطه يعني اهو. هنحطه في كيس بلاستيك كده تمام. ودي كمية نشا كتير، يعني لو عندك اي نشا في البيت استعمليه ومش هيجرى له حاجة. هنرجع برضو نبقى نستعمله تاني بعد كده اهوت. هنحط نشا تحته كده، نفرش تحت نشا، وبعدين انا سايبه هنا شويه كمان همت عشان افرشهم برضو فوق منه اهوت. هنقطع حته اهيت من الكيس البلاستيك اللي احنا عملناه اهوت، حته صغيره كده. وبعدين هنبدا بقى ايه، ننزل منها كده. يا رب يكون واضح قدامكم كده. هي هتيجي بقى على اي شكل اهوت كده. اهوت بسم الله الرحمن الرحيم عشان يوضح اكتر. اهوت يا حبايبي، هو بقى بيرسم نفسه باي شكل لما بينزل اهوت كده. اهوت يا حبايبي، يقعد بقى ليله كامله في التلاجة، وان شاء الله اول ما يطلع هوريهولكم باذن الله ان شاء الله. اه يا حبايبي،
طلعنا المارشميلو من التلاجة اهوت، بنحوش بقى، بننزل النشا منه اهو. حاجه زي المارشميلو كده، حاجه نضيفه لعيالنا ياكلوها، بيشتروها بالفلوس من بره وغاليه، واحنا بنعملها هنا بحاجه بسيطه يعني اهو. حاجه بسيطه جدا اهي اهي، وحلوه ونضيفه وباقل التكاليف يعني. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، وفضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس اهوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي.